السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاح الطرية، هتطلع من ايدك زي العسل. شايفين ما شاء الله من جوه عاملة زي القطن ازاي؟ في الفيديو هعرفك المقادير المظبوطة ان شاء الله اللي هتجربيها وهتطلع معاكي مظبوطة من اول مرة. هوريكي كمان طرق نجاح القرص باذن الله تطلعي مستفيده من الفيديو. شايفين انا بوريكم كده، دي اول ما طلعت من الفرن ما شاء الله العجينه هشه وقطنيه وريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. انا بصراحه كان نفسي يبقى في اوبشن في التصوير يوصل الريحه والطعم كمان للمشاهدين. ان شاء الله الفيديو يا رب يعجبكم. وقبل ما نبدا كده مقاديرنا مع بعض، بتمنى لو عجبك الفيديو تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي زر الإشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد بنزله. وكمان لو عجبتك الطريقة شيريها مع أصحابك ومع حبايبك علشان الكل يستفيد والقناة كمان تتشاف. دلوقتي ان شاء الله دي كانت كمية ال2 كيلو، انا كنت عاملة 2 كيلو. بسم الله ما شاء الله، شايفين قد ايه؟ طلعت معانا كمية كويسة جدا. فان شاء الله هنبدأ الفيديو مع بعض ويا رب يعجبكم. النهاردة انا استخدمت 2 كيلو دقيق، من الدقيق اللي هو المعلب ده. انا بحب يعني اوقات بنخله اوقات لا، بس يعني في الفترة الاخيرة طبعا كان ايام الصيف يعني وكده كنت بفضل ان انا انخل الدقيق كله، سواء كان اللي هو المعلب الجاهز ده او السايب، لانه طبعا انتوا عارفين بيبقى في الصيف الجو حر وممكن يعني يحصل حاجات كتير للدقيق. بس ومن ساعتها بقى وانا بنخله يعني. اي نعم احنا في شتاء وكده، بس برضو باخد حذري وبروح نخله كله. دول كانوا 2 كيلو دقيق، نخلتهم كويس جدا. والنهارده بقى زي ما قلت لكم في الفيديو اللي عملنا فيه الجبنه القريش مع بعض والزبده، طلع معانا لبن رايب وطلع معانا شرش الجبنه اللي هو الميه اللي نزلت من الجبنه وهي بتتصفى من الحصيره. انا قلت لكم انا مش برميها وبعمل منها احلى معجنات. خدت الخض بتاع الزبده اللي هو اللبن الرايب، وكمان كملت عليه من شرش الجبنه، وهنعمل النهارده القرص الطريه بيه. بسم الله ما شاء الله كانوا شويه قرص زي العسل وريحتهم تحفه. المقادير بتاعت الكيلو ايه؟ انا عامله بقى 2 كيلو، فانا هقول لكم مقادير الكيلو علشان اللي حابه تجرب في كيلو واحد ان شاء الله تطلع معاها المقادير مظبوطه. الكيلو الدقيق بياخد كوبايه وربع ماده دهنيه، سواء بقى سمنه على زيت، سمنه بس، زبده بس، زي ما انت حابه. المهم ان هو هياخد كيلو وربع ماده دهنيه. او حتى لو هتعمليها بزيت بس برضو بتطلع جميلة جدا مع اللبن الرايب. طب لو انا ما عنديش لبن رايب ولا شرش الجبنة هعمل ايه؟ هتعملي باللبن العادي، اللبن الحليب. يبقى الكيلو دقيق عليه كوباية وربع مادة دهنية، سواء زي ما قلت سمنة او زبدة او زيت او سمنة على زيت، تخلطيهم مع بعض. تمام كده. وهياخد معايا كوبايتين لبن، سواء بقى لبن رايب او لبن حليب اللي يعجبك. وهياخد رشة ملح. وهحط على اللبن، هحط 6 معالق سكر. يعني انا حطيت دلوقتي على اللبن 6 معالق سكر، وفضيت 3 اكياس خميره فوريه من اللي هي اللي احنا بنشتريها دي في الاكياس. وحطيت الكيس الرابع لان الكيس بيعمل نص كيلو دقيق، فانا استخدمت لل2 كيلو استخدمت 4 اكياس. انت لو هتعملي كيلو دقيق هتجيبي كيسين من الخميره الفوريه، او معلقه كبيره لو انت عندك العبوه الكبيره بتاعه الخميره. خلاص كده. انا حطيت اللبن مع الخميره مع السكر، حطيتهم كده مع بعض. وطبعا جربت كيس لان اوقات الاكياس دي ما بتكونش شغاله، فحبيت اجرب كيس كده في كوبايه، لقيتها ما شاء الله طلعت فقاقيع كده وكانت الخميره كويسه وشغاله معايا. دي كده كميه اللبن. وطبعا اللبن او السائل اللي انت هتعجني بيه بيتوقف معاكي على حسب نوعيه الدقيق. في دقيق بياخد معاكي سوائل اكتر من نوعية تانية، بس المظبوط هتحطي كوبايتين لبن او كوبايتين سائل على الكيلو الدقيق. احتاجتي بقى بعد كده معلقتين زيادة، معلقتين اقل، ده طبعا بيختلف من نوعية دقيق للتاني. انا لما حطيت المادة الدهنية زي ما انتوا شفتوا معايا من شوية، دعكتها كويس كده او بستها كويس في الدقيق، خليت الدقيق يتشرب المادة الدهنية كويس او يتشبع بيها. وبعد كده نزلت بالسائل بتاعي وهعجنها بقى عجنة محترمة. يعني هعجنها لحد ما العجينة تنعم في ايدي كده، والاقيها اختلطت مع بعضها كويس. هيبقى هو ده القوام اللي انا محتاجاه للقرص.
خلاص كده. ما زودش برضو السوائل جامد علشان ما تطلعش ما تنشفش معايا فيما بعد. دلوقتي كنت انا طبعا خدتها بره شويه كده في الصاله، ما فضلتش اعجن على الرخامه، وقفت التصوير وقعدت عجنتها حوالي ربع ساعه مثلا. وبعدين دلوقتي ده القوام المظبوط الناعم اللي انت هتسيبيها بقى تختمر عليه. هتسيبيها تختمر بقى في مكان دافي، سواء هتدفي الفرن بتاعك وتطفيه وبعدين تحطيها عشان يبقى دافي كده، لان احنا طبعا في شتاء والدنيا ساقعه جدا. او لو انت بقى مشغله دفايه هتحطي عليها بقى غطا كتير، يعني ده يرجع لك. وهتختلف طبعا مده التخمير في الصيف عن الشتاء. في الصيف هتخمر بسرعه عشان الحراره بتبقى عاليه، في الشتاء ممكن تتاخر معاكي شويه. بعد ما هتختمر كده ويتضاعف حجمها، هبتدي انزل الخمر بتاعها بايدي، وهكورها لكرات صغيره بقى كده في حجم مثلا السفندية او الليمونه الكبيره. هكور بقى كده مثلا عند الصينيه كلها، وبعد ما هكورها هبتدي ان انا ابططها بايدي، وبرضو هسيبها تاني تختمر. يعني انا دلوقتي خمرتها اول مره بعد العجن، لازم تختمر لحد ما يتضاعف حجمها. بعد ما تتعجن وتختمر المره الاولانيه، هبتدي اقطعها زي ما انتوا شايفين لكرات صغيره، وهفردها بقى. يعني هبططها كده بعد ما اقطعها كرات، وارجع افردها، وهسيبها تختمر للمره التانية. المره التانية برضو بكون انا بقى مشغله فرن البوتاجاز. يعني انا دلوقتي لما بديت ان انا اقطع فيها، شغلت فرن البوتاجاز بحيث ان هو يحقق لي درجه الحراره. ف بقطع بقى كده وبحطها عند فرن البوتاجاز لو على ما اخلص بقى يعني بقيه الصواني، لان طبعا انا مش بقطع وبحطها تستوي، لا، زي ما قلت لكم هتختمر مره تانية. دلوقتي اهوت بقى انا هبططها كده، هفردها كويس. واوقات كمان بروح مخرماها بالشوكه علشان ما تنتفخش معايا قوي في الفرن. فاهمين ازاي؟ يعني ممكن دي انتوا كمان ممكن تلاحظوا ان في اوقات في الافران بتلاقوها كده قرص مخرمه بالشوكه كده. تمام. فده حسب ما انت عايزه. فدلوقتي بقى بوسع. طبعا هي لما بتتفرد بتاخد مساحة اكبر من لما بتكون كور صغيرة. هخلص كل الكمية بتاعتي. ال2 كيلو دول عملوا لي 4 صواني من الكبار، اللي هم زي ما انتوا شايفين كده حجمهم متفاوت. فخلصتهم كلهم، وبعدين دخلتهم بقى. شايفين دلوقتي حجمها اول صينية حجمها ارتفع ازاي؟ يعني حجمها برضو تضاعف عن ما انا كنت فرداها. فدلوقتي هقوم بقى الصينية اللي انا بدأت بيها هي اللي هحطها اول واحدة في الفرن. شايفين كده في الفرن ببقى مشغلة في الاول الفرن من تحت، وببقى حطاها على الشبكة في النص. بعد ما هوريكم دلوقتي القرصة من تحت، هلاقيها لونت زي ما انتوا شايفين كده، وخدت اللون الذهبي الجميل ده. هبتدي ان انا ساعتها اولع الشوايه من فوق، وبرده الفرن من تحت هيكون شغال. لو انت عندك الفرن ما بيشتغلش من فوق ومن تحت، يبقى هتشغلي فوق وترجعي تشغلي تحت تاني عشان الصينيه اللي بعدها. شايفين ما شاء الله لما طلعت؟ ما شاء الله طريه جدا وهشه وقطنيه، وكانت ريحتها قلب البيت، وطعمها كان تحفه جدا. طبعا القرص باللبن الرايب بتبقى تحفه. وانا كمان كنت حاطه لها سمنه بلدي